انا طبعا فرحت، بس ما كنتش عارفه هفسخ خطوبتي من مصطفى ازاي، لغايه ما في يوم جات لي فكره حلوه جدا. انا طبعا عارفه ان مصطفى كل يوم بيشرب مخدرات مع صحابه في حدود الساعه 8 بالليل كده، وعشان كده رحت قلت لبابا اني هروح اتفسح مع صاحبتي شيماء. وبالمناسبه شيماء دي صاحبتي الوحيده واللي بحبها جدا وما بخبيش عليها اي حاجه، وحتى معرفها بموضوع عمر وانه عايز يتقدم لي. عامه بابا الحمد لله وافق، ونزلت انا وشيماء ورحنا بالتحديد لمكان اللي مصطفى واصحابه بيسهروا فيه ويشربوا مخدرات. ورسيت شيماء على الخطه بالظبط. هي في الاول كانت شايفه ان اللي بعمله ده تهور، ولكن ما قدرتش انها تمنعني. وبدات الخطه. رحت اتكلمت مع مصطفى واستغليت ان هما كانوا شاربين ومش واعيين للي بيتقال. وبعدها فضلت اتكلم مع مصطفى، ورحت طلبت من صاحبه ياخدني على الحمام عشان انا مش عارفه مكانه. واول ما مسك ايدي رحت خلع ايدي منه، ورحت ضربت مصطفى بالقلم واخدت شيماء ومشينا. ورحت البيت وقلت لبابا انا مش عايزه اكمل معاه،